هلا شباب، اليوم أعلمكم كيف تسوون نص احترافي. لازم تدعمنا بلايك واشتراك. خليك مع المقطع ندخل نبدأ. حط لايك ترى ذبحك. أول شي تروح تختار أي خلفية عندك متحركة، مثل أنا ما اختارت، وتدخل على نص، إضافة نص، وبعدها تختارها، تدوس على الخطوط واكتب أي شي تريده. مثلا أنا ما كتبت مرحبا، وتدوس على خط حديث وتروح تختار شكل اللون مال الخط او الحواف مالته، الاطار يسمونه. فلازم اذا تريد تسوي نفس المحترفين. وراها تدخل الى توهج وتعدل الاعدادات مالته، وتختار اي لون تريده مثل الذهب الاصفر. هنا تعدل الاعدادات وتختار الاطار مالته. هسه نختار اللون المطابق للتوهج. نختار لازم نفس الشي مال اللون، مثل هذا اللون الأصفر يشبه الذهبي. وتعدل إعدادات كثافة إلى 62، صار نفس شبه. وإذا تريد أحسن لك تختار هذا اللي بدون إطار أسود بس إطار أبيض. ترجع تسوي الكثافة، صار هيك أحسن شباب. هسه نروح على توهج، نختار اللون نفس هذا بالبداية حتى نضيع عن شكل اللون. كثافة نسوي 100، والمدى نسوي 100. راح يصير عندكم هيك شكله خاب والله كلش حلو. نختار شكل المدى، لا نرجع نعدل أحسن لين صار الحرف ما ينفهم. نسوي 83 أحسن لكم إذا أنت فيديو مالتك مو أسود. نروح على الأنماط ونختار رسوم متحركة، وتاخذ لك شكل واحد. فندور على واحد زين حتى يتناسق ويا الكلمة أو اللون مالته. ندور نشوف إنه واحد كلش زين، يعني حتى يطابق الفيديو. مثل واحد هسه نختار لنا واحد. فلازم تاخذ لك الرسوم المتحركة على شي يطابق اللون مال الحرف. راح ناخذ البطاق هذا يجي هيجي شلون، يجي من فوق ونزل. هسه نعدل المكان مال الحرف وشوفوا انتم، يجي من جوا ويصعد، يصير بالنص. شوفوا هيك. نرجع نسوي السرعة مالته، نسويها لازم 20. صارت بطيئة لازم تنقصها إلى 9. شو حتى حسب الشي مالتها تتنقص وتجرب. نسويها 8 أحسن شي. نسوي هاي الحركة حتى نوقف على المكان. نوقف هنا ونراجع، وهيج النتيجة. نكمل نجيب نص نكتب شي ثاني. مثلا خلينا نكتب إذا اشترك، خلينا نكتب اشترك في القناة إذا ما مشترك. اشترك بالقناة إذا ما مشترك. صدق شباب، اشترك بالقناة إذا ما مشترك وحط لايك. هذا الشكل أحلى صار شباب. سويته في اللون مالته فاتح أكثر يصير أحلى. فنعدل شكل الحرف، حطيناه عدل شباب حتى تبين كل الجملة. هسه نروح نختار رسوم متحركة. نختار على كاتبة، هاي تكتب على الكلمة. نخليها طبيعية، يعني تو ما تيجي تختارها يعطيكها طبيعية. هذا شباب ما جاي يطلع لونه كله بس بالأخير لين الشكل ماله
بالرسوم المتحركة، نروح نعدل المدى 91. نسويه 91. خلينا نتأكد. شباب صعد هذا غلط، لا تسوي أبد، لأنه راح يختلف على ذاك الناس بالحركة واللون، وقبل يتغير ما يصير. شو تسوي؟ تروح تخليه نفس الشكل مال الرسوم المتحركة، ندخل عليها نسوي آلة كاتبة، نسوي طبيعي مثل ما أول ما تختاره في القناة ما مشترك. نكمل هسه كل شي، بقى بس نقص الفيديو مال الخلفية المتحركة. لازم تحط خلفية مناسبة للفيديو مالتك. لو كان بدون كلمات أو نص، استخدم أي خلفية فيديو ألعاب واحكي. نوخر هاي الصورة السوداء. وهسه كملنا كل شي، وآخر مرحلة نحط الصوت مال الكيبورد، لأن الرسوم المتحركة تتحرك على الكتابة. فنبحث نكتب كيبورد، لا تكتب نفس ذيك الصفحة، تكتب نفس هاي الصفحة صحيحة، ذيك خطأ حتى تتعلم. هيجي كيبورد. ناخذ هذا الصوت الأول ونروح نسوي. هسه شوفوا النتيجة شلون راح يطلع. هيك صارت النتيجة بأن اشترك في القناة إذا ما مشترك. وانت منه يتحرك الرسوم المتحركة مال الآلة الكاتبة نفس الصوت وكانت هاي النتيجة. مرحبا، اشترك في القناة إذا ما مشترك.